5 احتياجات نفسية أساسية لما ما بيتمش إشباعهم لينا من وإحنا صغيرين بيكون جوانا مخططات أو سكيمات، يعني أنماط من التفكير غير صحية بتأثر على سلوكنا وعلى علاقاتنا طول العمر. أول احتياج هو احتياج الأمان والحب والشعور بالانتماء، يعني أحس إن اللي حواليا بيحبوني وبيقبلوني من غير شروط أو من غير ما يحطولي قواعد صارمة. الاحتياج ده لما ما بيتمش إشباعه بيكون عندي خوف من الهجر أو حرمان عاطفي أو سوء نية وعدم ثقة أو عزلة أو أحس إن أنا مرفوض. تاني احتياج وهو الاستقلال والهوية، إن أنا أحس إن أنا شخص مستقل ليا رأي منفصل عن أهلي، ولما ده ما بيتمش تلبيته أو بيتحكم حد فيه أو بيتمنع مني بحس إن أنا شخص ضعيف أو بيتكون عندي مخطط الاعتمادية، إن أبقى اعتمادي واتكالي على الآخرين. تالت احتياج وهو الحرية في التعبير عن المشاعر والاحتياجات، اني احس ان انا بعبر عن مشاعري، ان صوتي مسموع، احتياجاتي مسموعه، محدش حاطط بلاستر على بقي، محدش قمعني بشكل ما، محدش كبتني. لما ده بيتمنع مني بيكون عندي مخطط الخضوع، اني ابقى خاضع دايما للكل وبحاول ارضي الكل، او ان انا ابقى شخص دايما بحط الناس هم اولويه في حياتي، دايما بلبي احتياجاتهم على حساب نفسي، ونفسي دي اخر حاجه خالص. وده بيسمى مخطط التضحيه بالذات، ان انا بضحي بنفسي علشان الاخرين. رابع احتياج وهو احتياج المرح والعفوية، ان احس ان انا بلعب وبغلط وبكون تلقائي وعلى طبيعتي من غير خوف ومن غير احكام ومن غير ما حد يحطني في ليبل معينة او من غير ما حد يشوفني بشكل معين او ان انا ابقى خايف اكون على طبيعتي. ولما ده بيتمنع مني بيخليني دايما مشدود وبسعى دايما للكمالية ويبقى عندي معايير عالية وعايزة أكون مثالي دايما طول الوقت. خامس احتياج وهو الحدود الواقعية، يعني إن أنا أعرف أتحكم في نفسي من غير ما أتعدى حدود الآخرين، وان انا اللي بيوكل ليا او المسؤوليات اللي بتوكل لي مناسبه للمعايير بتاعه السن بتاعي. يعني ما ينفعش مثلا الاب او الام يقولوا لي تعالي حلي المشكله دي ما بيننا وانا طفله عندي 9 10 سنين، انت المسؤوله عن مش عارف هندله ايه، انت المسؤوله عن حل المشكله دي. وما ينفعش كمان ان هم ما يحطوليش حدود خالص، لان هم لو ما حطوليش حدود خالص هيطلع عندي مخطط الاستحقاقيه العاليه، ان احس ان انا استحق حاجات فوق البشر، او ان انا يعني حاجه كده القوانين دي بتعداها وما بحترمش الآخرين نهائي. أو لو اتحطت لي حدود قاسية جدا مش مناسبة للسن بتاعي يطلع عندي ضعف في ضبط الذات بتاعي، بمعنى أصح لا أشيل فوق طاقتي ولا أتحمل مسؤوليات أكبر من سني، عشان الحدود اللي أنا هبنيها لما أكبر تبقى حدود واقعية وعشت الحدود المناسبة للسن بتاعي. إشباع الاحتياجات ده هو اللي بيكون نفس سوية، بيخليني أنا كراشد أقدر أمشي في حياتي، أكون علاقات صحية، العلاقات دي ما تأثرش عليا بالضرر، وأعرف أتزن في حياتي. كلنا عندنا احتياجات ما تمش إشباعها كفاية من وإحنا صغيرين، ولكن نقدر إن إحنا نبدأ من جديد لما نسمح لنفسنا إن إحنا النهاردة كراشدين نلبي احتياجات الطفل اللي كان موجود زمان ده وما تمش تلبية احتياجاته بشكل صحي. نقدر إحنا النهاردة نعمل ده بطريقة صحية.